بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن موضوع جديد اللي هو ازاي نعمل اكونت على السوبر كمبيوتر بتاع مكتبة الاسكندرية. الحلقات اللي فاتت في البلاي ليست بتاعة البايوانفورماتكس كنت شرحت ازاي نستخدم بعض البرامج اللي هي موجودة عليه زي الامبر تولز. تمام. وازاي نعمل سكريننج عليه عن باستخدام اللي هو اوتو دوكفينا. تمام. النهارده هنتكلم بقى ازاي اصلا نعمل اكونت على السوبر كمبيوتر. علشان نعمل اكونت طبعا بنخش على الموقع بتاع السوبر كمبيوتر اللي هو hbc.bibalex.org. الاختيار اسمه ابلاي فور اكسس، هندوس عليه. هنا المفروض يبقى في مكان تكتب فيه الايميل، بس هو مش ظاهر عندي. ليه مش ظاهر؟ علشان انا كنت كاتب الايميل بتاعي من وقت قريب. تمام. فالمفروض بتكتب الايميل بتاعك وندوس جو. تمام. هيقول لك، هيفتح لك الصفحه دي، هتكتب المعلومات اللي هي خاصة بالبحث بتاعك، يعني التايتل أي حاجة، السمري أي كلام برضه، يعني الساينتفك كيس. طبعا السمري بتكتب اللي هو الملخص بتاع البحث بتاعك، أنا بس حاطط أي حاجة عشان يكمل الخطوة اللي جاية. تمام. الساينتفك كيس اللي هي الهدف بتاع البحث مثلا أو كده. الدومين اللي هو التخصص بتاع البحث ده، يعني تخصصه في أنهي مجال. القسم أو تتبع أنهي طبعا يعني حاجه من الحاجات دي اللي هو حاجات جامعات مش حكوميه ولا جامعات حكوميه ولا حاجات صناعيه وكده يعني. فبتختار الجامعه اللي تابع ليها بتختارها، مثلا كايرو. ونفس هنا الكايرو يونيفرسيتي. تمام. وتقول له سيف اند كونتينيو. تمام. هنا بقى بتختار الحاجات اللي هي عايزها في الاكونت بتاعك. يعني ايه؟ هنا الكلاستر دوت هو بنختار سي 2، ده اللي هو الكلاستر الجديد يعني. السي بي يو اورز دي بتتحسب ازاي؟ اولا ماشي، السي بي يو اورز ده اللي هو الساعات اللي هتبقى متاحه في الاكونت بتاعك. يعني ايه الساعات المتاحه في الاكونت بتاعك؟ كل شخص بيعمل اكونت على السوبر كمبيوتر بيبقى ليه عدد معين من الساعات، لما بتخلصها بتحتاج تعمل تجددها مثلا او كده. تمام. فعلشان اولا الساعات بتحسب ازاي؟ بيبقى في حاجه اسمها كورز. الكور اللي هو ده البروسيسور يعني. تمام. وانت لما بتيجي بتعمل سبميت للجوب بتاعتك بتحدد وقت معين. تمام. فنفترض انت محدد عدد كورز 10 كورز. تمام. والمده بتاعت الرن اللي انت هتعمل لها سبميت 10 ساعات. تمام. طيب بيبقى كده عدد الساعات اللي في الجوب دي كام؟ 10 ساعات؟ لا مش 10. هتضرب عدد الكورز في المده اللي انت محددها اللي هي 10 ساعات، ف10 في 10 هيطلع لك كام؟ 100. فخلال ال10 ساعات دي اللي هي من الوقت بتاعنا، تمام، هتستخدم 100 ساعه من الكورز اللي انت هتكتبها هنا. تمام. عشان كده لازم نختار رقم يكون معقول، يعني مثلا يعني 15,000 مثلا. 15,000 كويس. ممكن لو عايز تكتب اكتر من كده عادي يعني، بس يعني 15,000 مثلا نجرب يعني. تمام. ده اللي هو السي بي يو. تمام. بعد كده هو بيحدد لك اللي هو الميموري اللي كل كور ده رقم ثابت ما ينفعش تغيره. تمام. برضو نفس الفكره للجي بي يو اورز، اللي هو الجي بي يو اللي هو جرافيكال بروسيسنج يونت، او اللي هو كارت الشاشه يعني معنى صح. تمام. بتحدد برضو نفس الفكره، تشوف انت عايز كام، نفس طريقه الحساب بتاعته بتاعت السي بي يو يعني. طيب هنا برضو الرقم ده ثابت. هنا الديوريشن اللي هو انت متوقع البروجكت بتاعك يخلص خلال عدد شهور قد ايه. نفترض مثلا 12 شهر اللي هو سنه يعني. وبتكتب الحجم اللي انت عايزه، اللي هو الحجم الجيجات اللي انت يبقى متاح لك تقدر ترفع عليه الملفات بتاعتك او كده يعني. تمام. فنفترض مثلا 512 جيجا. تمام. سيف اند كونتينيو. هتكتب الايميل بتاعك. تمام. ماشي. وتقول له سيف اند كونتينيو. تمام. هنا بتختار السوفت وير اللي انت عايزه. لو حاجه مثلا مش موجوده، مش مسطبه عندهم، تمام، فهنا بتشوف الحاجات اللي مسطبه. تمام. لو اللي انت عايزه مش موجود، تمام، ف اسمه ده بتعمل سبميت سوفت وير ريكويست. تمام. طب نفترض مثلا اخترت خلينا مثلا في ايه نام دي، ممكن نكتبه. تمام. نام دي اهو. تمام. ده كده البرنامج. طبعا النسخه دي مثلا ليها كذا اصدار، فبتشوف الفيرجن اللي انت عايزه. تمام. دي الحاجات اللي هي موجوده مثلا. ماشي. فهنختار
تمام. لو الفيرجن اللي انت عايزها مش موجوده فبتقول له submit a software version request. تمام. وتقول له اد. ده كده خلاص انت عايز السوفت وير اللي هو انام بيه والفيرجن بتاعته ريدي. بعد كده سيف اند كونتينيو. تمام. هنا بقى دي شويه حاجات هتحتاج تملاها او تمضيها من الجامعه او المركز اللي انت تابع ليه. ايه هي؟ اولا دي الحاجات اللي احنا كاتبينها في اول صفحه خالص، اللي هو التايتل بتاع البحث، السمري، ساينتفك كيس، الافيليشن وكده. تمام. هنا الريسورسز اللي احنا اخترناها، عدد الساعات، الكولابوريتورز اللي هم الناس اللي هم مشتركين في البحث، فانت كاتب بس واحد يعني، السوفت وير اللي انت اخترته. تمام. دلوقتي انا عايز اطبع او لازم دلوقتي في اللي هو الليتر اوف افيليشن. دي بجيبها منين؟ هو في تمبلت هنا متوفر فبتنزله. تمام. وبتمضيه من الجامعه او المركز اللي انت تابع ليه. تمام. فزي ما هو واضح كده هنا بيقول لك لمن يهم الامر، تحيه طيبه بعد، برجاء السماح للساده التاليه اسمائهم باستخدام الحاسوب الفارغ بمكتبه اسكندريه في محسوم، علما بان البحث يتم تحت اشراف كليه كذا بجامعه كذا. تكتب الاسماء بتاعه الناس المشرفين في البحث، الوظيفه بتاعتهم والقسم اللي هم فيه. تمام. والمشرفون على البحث تكتب اساميهم، مثلا اسامي المشرف مثلا بتاعك لو انت بتاع ماجستير مثلا وكده. عنوان البحث، النبذه دي ممكن تكتب يعني تاخد كوبيست اللي احنا كنا كاتبينه في السمري دي. تمام. تمام. ده النبذه. طبعا بتختمها من وكيل شؤون الكليه الدراسات العليا والبحوث، وبتكتب التاريخ. بتمضي الحاجات دي وتخلصها، بعد كده تروح مصورها سكان او صور موبايل وتعملها PDF، وتروح رافعها هنا ابلود، وتروح رافع الفايل. تمام. تمام. خلصنا كده الحاجات دي، بتقول له سبميت فور ريفيو. طبعا انا مش هدوس عشان الحاجات دي مش متوفره، اللي هو ما رفعتش عن الليتر اوف افيليشن. فبعد ما ترفعها بتقول له سبميت فور ريفيو، وتستنى بقى لغايه رد مكتبه اسكندريه. دلوقتي في حلين او في ردين ممكن يردوا عليك بيه. الرد الاولاني اللي هم خلاص موافقين على السمري والبحث وكده والريسورس كويسه، فخلاص هيقول لك خلاص انت ليك اكونت، ويقول لك الخطوات اللي بعد كده اللي هو ازاي تدخل بقى على الاكونت. تمام. ده الطريق اللي هو المفروض يحصل. تمام. بس مش لازم يحصل. ليه مش لازم يحصل؟ عشان في طريق تاني اللي هو يقول لك حاجه من الاثنين، يا يقول لك السمري ده مثلا مش مفهوم او مفيش معلومات كافيه، مش بيشرح البحث بطريقه كويسه مثلا او كده، زود يعني كلام تاني، او يقول لك الريسورسز ديت كتيره اكتر من الطبيعي مثلا او كده. تمام. فيقول لك مثلا قللها او كده، فبتعمل اللي هم قالوا لك عليه، و بتعمل سبميت تاني بعد ما بتغير طبعا الحاجات دي. تمام. وبعد كده المفروض هم يقبلوا. تمام. ويبعتوا لك بقى الايميل اللي هو خلاص كده اكسبتد الاكونت بتاعك، ويقول لك ازاي تعمل الخطوات اللي هي عشان تعمل تدخل بقى على الاكونت بتاع السوبر كمبيوتر. تمام. دي كده كانت اول خطوه اللي هو ازاي تعمل اكونت. الجزء الثاني بقى الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هو ازاي بقى ادخل على الاكونت، اللي هو خلاص كده عملت اكونت وظبطته، ايه البرنامج اللي انا استخدمه علشان اعمل لوج ان على الاكونت بتاعي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. لو في اي اسئله او اي حاجه مش مفهومه في الكومنتات تحت. المواقع اللي هي بتاعه مكتبه الاسكندريه تبقى مكتوب في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ايه تاني احتاجناه؟ بس هو ده اللي هنحتاجه يعني، هيبقى مكتوب في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. نشوفكم باذن الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم.